المهم اطمنت انك ابني. كنت بنت اصلا في الاول، انت ما تعرفيش القصه دي. بتبصي نط من فوق حواجز. كان مزاج. قلت يا لهوي. هنلعب لعبه. هيسال مين ولا تكمل. هتسالك سؤال. هتسالك سؤال عليا. ايوه. فطبيعي اما تسال سؤال عليا مين اللي هيبقى عارف الاجابه الصح؟ انا امك. لا يا لهوي ماشي. انت غريب. ما هيبان دلوقتي اذا انت امي ولا مش امي. انا هكتب الاجابه عندي وانت تكتبي الاجابه عندك. لو الاجابه اللي عندك زي اللي عندي يبقى انت امي. فعلا يا سلمين يلا. سلمين كسب. همبرجر. طبعا البرجر معمول. لا عايز اجابه دقيقه وواضحه وصريحه يا ابني. لا بتعملوا البرجر كنت بتاكل لحمه. لا همبرجر نص درجه. ماشي عشان انت امي بس يعني. ما كنتيش امي. ماشي. وحياة ربنا لو كلها يبقى اتغير في دبي. خدي. طماطم صح. طلع دي صح بقى. طب الحمد لله. صح. لا دي صعبه قوي دي. هو انا مش عارف الاجابه دي صح لان انا بقالي 3 ايام بتعلف فيا يعني. انا عارف انا كنت ايه قبل البط والملوخيه. هديكي بقى رقم زي ما بتطلع بقى. ده انا ما وزنتوش يعني. 75 90. انت 20 كيلو. انت ده كان 90 بعد ما خسيت. كل ده 75. لا انا شايفاك خسيت قوي. بص وشك بقى. ايوه ما بعد ما خسيت. انا لما خسيت خالص كنت 85. ده مبدئيا يعني ده مبدئيا يعني. خلاص اعتبرني كتبت وزن. لا دي زيرو. زيرو. ماشي. بصي بقى انا مش عارفه اسم البطوله انما عارفه ان هي في كمال الاجسام. كمال لله وحده يا حاج. كمال لله وحده والله يا حاج. دبي ماسل شو. ايه ده مش كنت لابسه الميداليه وبترقصي بيها من يومين؟ ما كان مكتوب عليها دبي ماسل شو قد كده. نسيت يا ابني من اللقب. لا ده هقول لك بقى. يعني بس لازم تقول لونه المفضل في اغلب الحاجات. وانما اللبس قد يختلف. انما في اغلب الحاجات الرمادي. ماشي يا ماشي. لا ده انت اسود. لا ده انت كله رمادي في رمادي يا ابني. انا بلبس اسود معظم الوقت. يا اسود يا ابيض. طب ماشي. أقول لك حاجة. نص درجه. بص يا استنى اقول لك نص درجه. الكنبه اللي احنا قاعدين عليها رمادي. نص درجه. انا ما بلبسش الكنبه. ايوه استنى لا هي قالت اللون ما قالتش اللبس. ما بلبسش الكنبه. قالت اللون. انا اسود وابيض ورمادي. ما هم الثلاث الوان. طب خلاص ماشي خلاص نص درجه. ولا ده ولا ده. لا او لا ولا الاثنين. طيب انا صح. خدتي نقطه. انا لما كنت بنت اصلا في الاول انت ما تعرفيش القصه دي. كنت اسمك ايه؟ والله انا لا ثانيه ممكن احكي لكم القصه. ثانيه واحده احكي لهم انا القصه. ماما زمان انا مواليد 81 كانش في حاجه في مصر. ما كانش في محلات ولا كده. ماما كانت بتسافر كتير. كانت سيده اعمال بقى وبتروح بيوت كده. فماما كانت مقتنعه ان هي خلفت محمد فان ربنا هيديها بنت. فراحت اشترت اول هدوم 6 شهور كلها بينك. ايوه بيجامات بسرير بافيتات وكده وبتاع. ما كانش فيه ما كانش فيه السونار ولا الالترا ساوند ولا كده. هي مقتنعه ان انا بنت. فانا اول 6 شهور من حياتي كل حاجه بينك. لابس بامبا حقيقي. كل حاجه بينك. كنت مسمياني ايه بقى لو كنت هجيب بنت؟ كنت مسمياك طايا. طب الحمد لله. طايا الحسن ربنا ستر الحمد لله. كتبت الاستمرار في البطولات. يعني احنا بنتكلم 2023 انا كتبت البطوله اللي ربنا كرمنا فيها. السنه الجايه سالتي لا صح. تاخدي نقطه. برافو. عدى. انا رايي بقى يمكن هو ما يتفقش معايا. بس انا هقول لك اهو. تقريبا يعني يوم اول بطوله في الكروس فيت. ايوه صح يا حبيبي. 2006. لان دي كانت يعني البدايه. كانت نقطه الانطلاق. نقطه الانطلاق. ويوميها نط من فوق حواجز. وحياه ربنا حواجز عاليه كده. الفيديو ده موجود. لا ونط بقى وحضني يبوس. وكنت لابسه بلوزه حرير من كتر العرق اللي فيه لزقت فيا. والله كانت حاجه غريبه. والله موجوده. كانش عايز تيجي دبي. موجوده. هي شافته سلمى. بنسى اسمها انا. بتبصي. ده وحياه ربنا ما بصيت. بس انا ناسيه اسمها. اللي مش البهامز. الثانيه بقى اللي الناحيه الثانيه اسمها ايه؟ قول لي. المالديف. دي خطه ما يبقى عندها 60 بس لازم محتاجه فلوس كتير. بس فتبقى غالبا كمان 20 سنه شغل ان شاء الله. محتاجه كمان دي المرحله اللي بعد دبي ان شاء الله. انا سامعك. لا بس انا عارفاها. ايوه بس في 2. امال اليونايتد يا حبيبي.
مش مانشستر سيتي، لا اليونايتد. صح. لا ده انا مثقفه كوره. ماشي من الاهلي ومانشستر يونايتد. مانشستر. تساليني احسن حاجه حسن عملها في حياته ايه مثلا؟ ايه احسن حاجه حسيت عملها؟ انه بقى يصلي الفجر حاضر ويصحي ناس 1000 ناس هيصلوا معاه. مش حسن ده كرم من ربنا. ما هو كرم، ما اقول انت كرم، ما انا عارفه. ده كرم من ربنا، مش انا، ربنا بيجعلنا سبب بس. طب يعني ينفع السؤال ده ولا ما ينفعش؟ ينفع زي ما انت عايز تمشيها. ده ينفع من ربنا. عارفة. فاضل ورقه واحده. انا عندي ورقه واحده، يعني هسألك عندك سؤال واحد كتير. وعشان نخلص اللعبه. ايوه ما بفكرها في حاجه، بس عايز افكرها في فخ. مش عايز دي واحد، عايز سؤال ملغم. طب قول. يا لهوي، ده يوم ايام الثوره المنيله بتاعت مرسي دي. يا اخي منيله الاولانيه ولا منيله بتاعت مرسي. هتحبسونا والله لا العظيم. لما انهي واحده بتاعت مرسي؟ الانترنت اما قطعت لا دي كانت الاولانيه، دي كانت مع مبارك دي. ايوه دي مش مرسي. لا اي يعني ايه بتاعت 2011. ايوه دي بتاعت مبارك، بتاعت ايوه مرسي لا لما انت 2015. خرجت ورحت ومعاك العربيه واختفيت، وقرايبك اللي كانوا العيال اللي كانوا معاك كلهم قرايبنا رجعوا ومفيش انترنت، وانا نسيت الارقام الارضي بتاعت قرايبي، افتكرت واحد بس يقول لي اصل قابل واحد من كان معاه في جنيف زمان ومشوا مع بعض ويكذبوا عليا، وقعد لنص الليل وقطعوا بتاع ده بتاع التمشوش ده حظر التجول، وانا بقى قاعده في المنصوريه لوحدي وحالي والله العظيم جالي السكر والضغط فيها دي. والله انا عندي سكر وضغط من 2011 بسببه هو. طيب استنى بس استنى فعلاً استنى, ده استنى. كان هسألك انا سؤال. كنت وانا صغير كل يوم الصبح لازم اشرب حاجه معينه، كانت ايه؟ كان مزاج عندي. كنت يا لهوي الصبح بس؟ الصبح كنت مثلا لازم اصحى الصبح اضرب ايه؟ كان في حاجه انا بضربها الصبح ما تبصيها فشتك. لا كان في مشروب معين انا كنت بحب اشربه ما الصبح. انا خايفه اقول اسمه ده مقاطعه. لا لا وانا صغير مش وانا كبير. وانا صغير وانا طفل كنت بصحى الصبح اضرب علبه ايه الصبح. لبن بالشوكولاته. بقى اهو شفتي بقى. لبن بالشوكولاته صح. لما قلت علبه صح شفتي بقى بغششك لا لبن كده بالشوكولاته. عشان انت امي بس والله. طب ايه ما اصل وانت صغير ده بقى لها 40 برافو سنه. حاجه كده معاكي 3 نقط ونص. المهم اطمنت انك ابني. الحمد لله يعني مناخير مش ده انت عندك اهو الدي ان ايه، مناخير مش مبينه خالص. الدي ان ايه مش مبينه خالص.